سأقص عليكم نبأ قد لا تصدقونه، ولست ألومكم على ذلك، فلو كنت مكانكم وسرد أحدهم على مسامعي ما سأقوله الآن لربما سخرت وضحكت، لكن ما وقع قد وقع فعلا، وجسدي لا يزال يرتجف ذكرا. قصر العقيلي شيد منذ 100 عام وهجر منذ 40، لم يجرؤ أحد على السؤال عن السبب، أما أولئك الذين سألوا فلم يعودوا قط بأي جواب. كنا 5، عائلة بأكملها، ولجنا ذلك القصر في يوم جمعة مشهود، وحين خرجنا منه لم نعد 5. الطريق الممتد من الرياض إلى القصيم يستغرق 3 ساعات، 3 ساعات لا تبصر فيها سوى امتداد الصحراء وفضاء السماء ومحطة وقود تلوح في الأفق كل ساعة. كنت جالسا في المقعد الخلفي مع سلمى، كانت غارقة في نومها ورأسها مستند على كتفي. كنت أرمق الصحراء بصمت وأتساءل: لماذا نحن ذاهبون إلى هناك؟ قال والدي حينها: إيجار القصر 4000 ريال في الشهر فقط، إنه بناء تاريخي، رغم أن الفلل المجاورة له تباع بمئات الألوف. سألته بتمعن: ولماذا ثمنه بخس هكذا؟ أجابني: لأنه يحتاج إلى بعض التجديد. ياسين، قبلت إجابته تلك، ولو كنت أكثر تعقلا وقتها لسألته سؤالا آخر: لماذا لا يسكن فيه مالكه إذن؟ عندما وقعت أبصارنا على القصر تسمرنا في أماكننا، ليس لأنه يثير الرعب، بل لضخامته التي تجاوزت حدود المنطق. استيقظت سلمى، وما إن رأت بناءه حتى تمتمت بذهول: أهذا منزل أم قلعة؟ قالت أمي بصوت خافت: يا إلهي. أما أبي فقد هتف بزهون مفرط: أترون، هذا كنز حقيقي. ياسين، أخذت أتأمل النوافذ، وشعرت حينها وكأن النوافذ هي من تتأملني. قلت محدثا نفسي: إنه مجرد خيال يا ياسين. لكنني كنت مخطئا. كان أبو مشعل بانتظارنا، رجل سبعيني بملامح جامدة لا تقرأ. ألقى السلام على والدي، ثم جال بنظراته بيننا حتى استقرت عيناه على سلمى. قال بصوت هادئ ورصين: الفتاة تنام في الطابق الأول فحسب، إياها والصعود للأعلى. سأله والدي بدهشة: ماذا؟ ولماذا؟ فأجاب أبو مشعل: الطابق الثاني لم يرمم بعد. لكنني لاحظت شيئا غريبا: حين فتح أبو مشعل الباب لم يخطو خطوة واحدة للداخل، ظل واقفا عند العتبة ومد يده بالمفاتيح من بعيد، وقال: إن احتجتم شيئا اتصلوا بي، فأنا لا أبيت هنا. حارس القصر لا ينام في القصر. ظل هذا السؤال يدور في رأسي، يدور ويدور. من الداخل كان القصر مختلفا تماما: اتساع موحش، برودة قارسة، ورائحة غبار يمتزج بشيء آخر، شيء يشبه رائحة حيوان بري. أمسكت سلمى بيدي وقالت بنبرة قلقة: ثمة رائحة غريبة هنا يا ياسين. أجبتها محاولا طمأنتها: إنه قصر قديم وهذا أمر طبيعي. قاطعتني قائلة: لا، ليس هذا غبارا، إنه... ثم صمتت فجأة. حاولت والدتي فتح جميع النوافذ، لكن نوافذ الطابق الثاني كانت جميعها موصدة من الداخل، والأغرب أنه لم يقم أحد منا بإغلاقها. 2:00 فجرا، استيقظت على وقع صوت غريب. لم يكن صوت رياح ولا صرير خشب، كان صوتا لخطوات، لكنها ليست خطوات بشر ولا أي كائن يمشي على قدمين، كانت كشيء يزحف على الجدران. من الأعلى، من الطابق الثاني، تحديدا من فوق غرفتي تماما. انتظرت. سكن الصوت فجأة، وبعد لحظات عاد من جديد، لكنه هذه المرة كان ينبعث من تحت سريري. أشعلت الضوء، لا شيء، لكن
تحت السرير كان ثمة خط رفيع في الغبار، كأن شيئا ما قد سحب من هناك، من الداخل إلى الخارج. ياسين. في الصباح الباكر أتت إلي سلمى. كان القلق يكسو ملامحها. قالت بصوت متهدج: ياسين، لقد رأيت شيئا ما الليلة الماضية. سألتها باقتضاب: ماذا رأيت؟ أجابت وهي تحدق في الفراغ: كنت مستيقظة ونظرت عبر النافذة المطلة على الفناء الداخلي. في منتصف الفناء حيث تقف تلك النخلة العتيقة كان هناك شيء ما جاثم فوق قمتها. حاولت طمأنتها فقلت: إنها مجرد شجرة قديمة، ربما خيل إليك شيء ما. قاطعتني بحدة: كلا لا ياسين، ذلك الشيء كان يحدق بي، كانت له عيون حقيقية. ابتسمت محاولا تبسيط الأمر: أضغاث أحلام لا أكثر. لم تجب، لكن نظراتها أخبرتني أنها لم تصدق حرفا مما قلت. عند الضحى توجهت إلى أبو مشعل. كان جالسا في الخارج كعادته، يرتشف قهوته بصمت، وعيناه لا تغادران ذلك القصر المهجور القابع في الأفق. سألته: يا أبا مشعل، منذ متى وهذا القصر خاو على عروشه؟ قال بنبرة مثقلة بالذكريات: منذ يوم وفاة العقيلي الكبير. قلت: وكيف مات؟ أجاب: عثروا عليه في الفناء عند الشروق، كان ممددا على الأرض. سألته باستنكار: هل تعثر وسقط؟ قال وهو يستعيد المشهد: كانت أطرافه محطمة وعيناه جاحظتان من الرعب وعلى وجهه. ثم صمت فجأة. قلت بلهفة: ماذا كان على وجهه؟ قال: خدوش غائرة من أعلاه إلى أسفله، كأنها أثر مخالب وحشية. والعقيلي الكبير كان في الطابق الثاني حين رآه آخر شخص على قيد الحياة. سألته بنبرة منخفضة: وهل تعرف ماهية ذلك الشيء القابع في القصر؟ أجاب بهدوء مخيف: لم يعرفوا كنهه يا بني، لكنهم أيقنوا بوجوده وأدركوا أمرا واحدا، أنه ينمو ويكبر. لا أدري لما فعلت ذلك، لكن بعد حديثي مع أبي مشعل صعدت إلى الطابق الثاني. كان السلم حجريا باردا، وصوت وقع أقدامي يتردد صداه في الأرجاء. في الأعلى كان هناك رواق طويل وغرف تصطف على جانبيه، جميعها موصدة إلا واحدة. سرت نحوها. في الداخل كانت الغرفة واسعة خاوية بلا أثاث، ولكن على الجدران كانت هناك خدوش كثيرة تمتد من الأرض حتى السقف. كانت جميعها تمضي في ذات الاتجاه من الحائط إلى الباب، وكأن شيئا ما كان حبيسا هنا وقد تحرر. ياسين. نزلت ولم أخبر أحدا، كان علي أن أتحدث. أمي لم تكن بخير منذ البداية، لكن في الليلة الثانية أصبح الأمر أكثر وضوحا. قالت لأبي بصوت خفيض: خالد، ثمة شيء مريب في أجواء هذا المكان. أجابها: ماذا؟ قالت: لا أستطيع وصفه، لكن حدسي يخبرني بأن علينا ألا نبقى. أبي: هدى، لقد وصلنا للتو ودفعت إيجار 3 أشهر. هي: المال يعود، أما البشر فلا يعودون. قال أبي: أنت تتوهمين فحسب، هذا قصر قديم، ومن الطبيعي أن يبعث على هذا الشعور الغريب. ياسين. صمتت أمي، لكن عينيها لم تقتنعا، وفي الليل سمعتها تصلي لساعات طوال. الليلة الثانية. الساعة تشير إلى 2:15 فجراً. استيقظت على صوت غريب، لم يكن صوت خطوات هذه المرة، بل كان صوتاً لأنفاس، نفس ثقيل متباطئ ينبعث من خلف النافذة تماماً، وأنا في الطابق الأول. أزحت الستار قليلاً، كان الفناء ساكناً والنخلة هادئة، لا شيء هناك. ولكن عندما رفعت بصري للأعلى على الجدار الخارجي للقصر، كان هناك شيء لم يكن واقفاً ولا طائراً، كان ملتصقاً بالجدار، وكأن التشبث بالأسطح العمودية هو طبيعته الخاصة. جسده كان طويلاً، أطول مما يحتمله العقل،
وساقاه مكسورتان إلى الخلف، أما رأسه فكان ملتفا بزاوية غير بشرية يحدق نحوي. أغلقت الستار برعب وأسندت ظهري إلى الحائط وبقيت متسمرا في مكاني لا أقوى على الحراك حتى مطلع الفجر. في الصباح لم تكن سلمى في غرفتها. تعالت صرخات أمي: هرع أبي وهرعت خلفه، الغرفة خاوية والنافذة مشرعة، وعلى الجدار تحت النافية كانت هناك خدوش جديدة. صاح أبي بلهفة وهلع: سلمى سلمى! أما أنا فكنت أحدق في تلك الخدوش، وأدركت الحقيقة: هذه الخدوش لم تصنع من الداخل إلى الخارج، بل كانت من الخارج نحو الداخل. أسرعت إلى الخارج وصرخت مستنجدا بأبو مشعل. جاء أبو مشعل مسرعا للمرة الأولى، وحين أخبرناه بما حدث لم تظهر عليه علامات المفاجأة، وهذا كان أرعب من أي شيء آخر. قال بنبرة قاتمة: ما يسكن هذا القصر؟ يقتنص واحدا من كل عائلة تسكن فيه. سأله أبي بذعر: ما الذي يسكن القصر؟ أجاب: لا نعلم، جلبه العقيلي الكبير من إحدى سفراته ولم يخبر أحدا عن مصدره. قيل إنه حبسه في الطابق الثاني وكان يطعمه، ثم توقف عن ذلك، والجائع يا بني لا يكف عن البحث عن طعامه. سأل أبي بنبرة يملأها العجز: أين سلمى الآن؟ رد أبو مشعل بهدوء مهيب: إنها في القصر، في الأعلى، في الطابق الثاني، لكن عليكم التحرك فورا قبل أن تغيب الشمس. قرر والدي الصعود، فتبعته. لم يكن ذلك شجاعة مني، بل لأنني لم أطق فكرة تركه وحيدا. كان الرواق في الطابق الثاني على حاله، إلا ذاك الباب في النهاية كان مغلقا هذه المرة. طرق والدي الباب مناديا: سلمى! ومن الداخل تسلل صوت ضعيف لكنه حاضر: أبي! دفع والدي الباب فاستعصى عليه، دفعه ثانية فانفتح، وبعد ذلك صوت قادم من السقف. ذلك الشيء الذي كان في السقف كان مستيقظا. ركضنا. أمسكت بيد سلمى بينما كان والدي يهرع أمامنا، ومن الأسفل كان صراخ أمي يمزق السكون. هبطنا الدرج سراعا واجتزنا الردهة الواسعة. كان الباب الكبير مشرعا، لقد فتحه أبو مشعل. وقفنا في الخارج، والشمس لا تزال ترسل بقايا ضيائها، لكن بالكاد. ومن خلفنا دوى صوت الباب الضخم وهو ينغلق من تلقاء نفسه. ظللنا واجمين في أماكننا، لم ينطق أحدنا بكلمة، فلم يكن هناك قول يكفي لوصف ما حدث. وقف أبو مشعل إلى جوارنا وقال بنبرة هادئة: كنت أعلم أنكم ستخرجون. سأله والدي بذهول: لماذا لم تخبرني منذ البداية؟ أجاب: لقد فعلت، ولكن لا أحد يصدق إلا حين يرى بعينيه، وأنتم أول من رأى. وعاد. قبضت سلمى على يدي بقوة وهمست بصوت يرتجف: ياسين، هل لا يزال هناك؟ نظرت نحو نافذة الطابق الثاني، كانت غارقة في الظلام، ولكن في لحظة خاطفة أبصرت شيئا يتحرك خلف الزجاج. ياسين، بصوت خافت جدا. قلت لها: أجل، لا يزال هناك، وسيظل باقيا إلى أن يجوع مرة أخرى. حينها أدركنا جميعا حقيقة واحدة: إن ما يربض في الجوف لا يقتله الجوع، بل يتقن الصبر.